هنا لبنان الحر. الخامسة إلا ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر. طابت أوقاتكم في العناوين. مراوحة سلبية بانتظار وضوح مفاعيل خماسية الدوحة وحركة نشطة في معراب. بوحبيب زائرا جعجع، مسألة النزوح تحتاج للمجتمع الدولي، ورئيس القوات لجمعية المفقودين في سوريا: سنسخر إمكانياتنا لتحقيق هدفكم. القوات: فريق الممانعة يتوهم أنه بالعنترة يستطيع فرض إيقاعه على الأحرار، وبفاضل يتحدث لإذاعتنا. البخاري من دار الفتوى: حريصون على لبنان كحرصنا على المملكة. تعزيزات أمنية أمام السفارة السويدية في بيروت. مسلسل اقتحام المصارف مستمر والدولار إلى ارتفاع. لبنان الحر، حدك وين ما كنت. نزل تطبيق آرلال، اعمل فولو لصفحتنا على فيسبوك وسكان للكيو ار كود تترجع تزور موقع لبنان الحر الإلكتروني. وكمان سبسكرايب بقناتنا على يوتيوب راديو فري لبنان تتابع نشراتنا وبرامجنا وأخبارنا لحظة بلحظة. على تويتر راديو فري لبنان. كلنا سوا منقول هون لبنان الحر. تفاصيل المحلية من لبنان الحر مع بسام البطار وجان حتشيتي. بانتظار اتضاح الرؤية حول مفاعيل خماسية الدوحة وعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، الفراغ القاتل سيد الموقف، وسط تخوف من انفلات سعر الصرف مع قرب نهاية ولاية حاكم المركزي آخر الشهر الحالي، في وقت تواصلت عمليات اقتحام المودعين عددا من المصارف. في الأثناء ما زال تصويت البرلمان الأوروبي على إبقاء النازحين في لبنان يتفاعل، كما تفاعلت دعوة الأمين العام لحزب الله أنصاره للتجمع والمطالبة بطرد السفيرة السويدية من لبنان. البداية من معراب التي زارها أبو حبيب قائلا إن مسألة النزوح لا تحل في سوريا بل تحتاج إلى المجتمع الدولي. التفاصيل مع عبد متى. زيارة لافتة في التوقيت والمضمون قام بها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على مدى أكثر من ساعة من الوقت في حضور النائبين ملحم رياشي وجورج أيس، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيوميجيان، والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد وكيم. أبو حبيب الذي أعرب عن ارتياحه اللقاء مع دكتور جعجع وضع الزيارة في إطار التشاور في كل القضايا الخارجية لبنان، مشيرا إلى أن الاجتماع تمحور حول قضية النازحين السوريين، آملا النجاح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان. لأنه ما حدا بدنا نحن نخلي أي واحد يروح غصب عنه أو هونيك يروح ما يكون مرتاح. فعندنا خلافات مع خاصة الأوروبيين اللي بدهم يخلوا هون من دون أي حوار معنا، تأملين انه بلش الحوار قريبا من اجل نشوف كيف بنحل هالمشكله. ولكن الملاحظ انه في استهتار بمتابعه هذا الملف من قبلكم كحكومه. لا، الحكومه عم تجتمع دائما، خلافاتكم الداخليه عم بتاثر على هالموضوع يلي هو موضوع اساسي، موضوع كياني، موضوع هويه لبنان وتاريخ لبنان وحضرتكم ملتهيين بالخلافات الداخليه ما عم بتتابعوا هالموضوع بجديه. لا ما في خلافات داخليه، هذه في قرار من رئيس الوزراء. تعرف اليوم مش كلنا عم نجتمع مجلس الوزراء، وفي قرار انه كل وزير عنده اتصالات مع زميله بسوريا بيروح، بس انا شايف انه القصه ما بتنحل بسوريا، بدها كمان المجتمع الدولي اللي هن معظمهم الاوروبيين هن بيتعاونوا معنا تنحل. واعلن ابو حبيب انه سيزور سوريا كوزير للخارجيه، ورئيس الحكومه هو الذي يقرر من هم اعضاء الوفد. بس انا بشوف انه احسن كل وزير هو يتصل بزميله ويمشي بالله. معقوله ملف مثل هيدا ما يكون في معكم وزراء مهتمين بهالموضوع؟ لا وزير الشؤون الاجتماعيه. عندك غير سؤال؟ لا الامن العام. ليش عندك غير سؤال؟ عندك جواب لهالسؤال؟ كله بيمشي، معلش. وردا على سؤال، نفى ابو حبيب ان يكون رئيس الحكومه على علم بزيارته الى معراب وهي غير منسقه معه، قائلا: انا وزير خارجيه ازور العديد من المسؤولين من دون اذن من احد. من المقر العام لحزب القوات اللبنانيه في معراب كان معكم عبد متى، اليكم لبنان الحر.
وفي معراب أيضا وفد من جمعية المعتقلين في السجون السورية ورئيس القوات: نسخر إمكانياتنا لخدمة قضيتهم. استيل صهيون. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن قرار الأمم المتحدة بتشكيل المؤسسة المستقلة للكشف عن مصير المفقودين في السجون السورية قرار تاريخي. جعجع استقبل وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية ترأسه علي أبو دهن وضم جوزيف هليط وريمو بوبان في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كويوميجيان، عن الجهاز مارك سعد، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى شربل أبي عائل، ورئيس مكتب الأسرى في الحزب ريمو سويدان. ووصف رئيس القوات الوضع في السجون السورية بالداخل مفقود والخارج مولود. ما بيعرف السجون السورية ما بيكون مرعى هالدنيا وفتته اشياء كتير مهمة وكتير كبيرة. السجون السورية الداخل مفقود والخارج مولود، يعني عالم قائم بحد ذاته، فيه آلاف وعشرات الآلاف من الناس يلي ما حدا بيعرف لا ليش فاته وإذا حدا خلص منهم كيف خلص. المهم هلا وصلنا على مؤسسة مستقلة، الجمعية العامة أنا بعتبر هذا قرار تاريخي أخذته لتشكيل هالمؤسسة المستقلة. خلال 60 يوم هلا بدها توضع لها نوع من المراسيم التنفيذية، نوع من المراسيم التطبيقية، نوع من آلية العمل كيف تشتغل هالمؤسسة. من هالمنطلق الجمعية اللبنانية، جمعية المفقودين والأسرى اللبنانيين بالسجون السورية، ناشطة جدا مشان تصوب الأمور وتدخل المفقودين اللبنانيين بالسجون السورية، دخلهم بإطار عمل هالمؤسسة المستقلة. عم يتعاونوا هن مع كافة الإدارات بالقوات اللبنانية المعنية بهالأمر، عم يتعاونوا مع كتار من المراجع الحقوقية مشان ينظموا المذكرات المطلوبة ويبعثوها على الأمم المتحدة، إذا الله راد المؤسسة المستقلة تعنى مش بس بالمفقودين السوريين خلال الحرب السورية، تعنى بالمفقودين نقطة على السطر بالسجون السورية كل الوقت. جعجع تمنى النجاح للجمعية في عملها، مؤكدا أن القوات ستسخر كل إمكانياتها في تصرفها بهدف إيصال صوتها وصوتنا وصوت كل لبنان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كي تحقق المؤسسة المستقلة هدفها. بدوره كشف أبو دهن أن جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية قد وجهت رسالة مهمة للأمين العام للأمم المتحدة شكرت في خلالها الدول 83 التي صوتت على هذا القرار، وأسف لعدم تصويت لبنان عليه، موضحا أن هدف هذه الرسالة يكمن في توجيه توصية إلى الدول الأعضاء ليشمل القرار الأساسي كل المعتقلين، أي من دون ذكر تاريخ الاعتقال، كما عدم تحديد الجنسية، إذ بهذه الطريقة يكون قد شمل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية أيضا، وهي النقطة الوحيدة التي من خلالها يمكن معرفة مصير المعتقلين. من معراب، استيل صهيون، لبنان الحر. التطورات السياسية في البلاد عرضها رئيس القوات اللبنانية مع السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار كويوميجيان. وفي الدمام وفد قواتي سلم الراعي دعوة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية. أنطوان العامري. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواض بعد لقاء البطريرك الراعي في الدمام مع وفد قواتي ضم النائب غياث يزبك ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية الأستاذ أنطوان مراد وأعضاء المكتب، وتوجيه الدعوة له لرعاية القداس الشهداء السنوي في 3 أيلول المقبل. القداس السنوي لكثير من الشهداء من كل لبنان استشهدوا لبقاء لبنان، ومع الأسف هود الشهداء من عليهم عم يشوفوا لبنان كيف صار. يعني فعلا محزن انه كميه كبيره من الشهداء ماتوا تيبقى لبنان السيد الحر المستقل دوله قائمه بكل امكانياتها. عم نشوف بعد سنوات وسنوات كيف الدوله عم تتفكك والكيان عم ينهار والمؤسسات عم تتدمر نتيجه سياسي ورهن لبنان بمشروع خارجي لا بيشبه الشهداء، لا بيشبه الجمهوريه القويه، ولا بيشبه القوات اللبنانيه. ناولنا مع سيدنا ضروره انتخاب رئيس جمهوريه باسرع وقت ممكن من اجل اعاده انتظام السلطه وتشكيل حكومة والبدء بالتعيينات المالية والأمنية وإعادة استنهاض لبنان بسلة إصلاحات طويلة عريضة بدءا بضبط الحدود وصولا إلى خطة اقتصادية مالية. البطريرك الراعي كان استقبل صباحا رئيس الاتحاد العربي للتطوع الشيخ حسن بن محمد بوهزاح، كما التقى منسقة الجبهة الوطنية لإعادة النازحين السوريين السيدة يمنى بشير جميل، وقالت بعد اللقاء: جينا عند سيدنا البطريرك نناقش معه عن موضوع خطير
عم بيهدد لبنان اقتصاديا، ديموغرافيا، ثقافيا، عم بيهدد الهوية تبعنا والوجود تبعنا اللي هو النزوح السوري. عرضنا على سيدنا انه هو ياخذ هيدي المبادرة وهو يعطيها غطاء وطني تنقدر نعمل تحرك فوري. إذا في يدها لأمة روحية فهي تشكل هالغطاء الوطني لسلسلة 3 زيارات: زيارة لسوريا اللي هي بتريح الدولة اللبنانية، زيارة لسعودية لأنه عايزين غطاء عربي، وزيارة أكيد للاتحاد الأوروبي اللي أخذ من جمعة موقف كتير خطير بحق لبنان، اللي هو تقريبا عم بيقول أنه بده توطين مباشر للنازحين السوريين بلبنان. من الدمام أنطوان العمرية، لبنان الحر. من دار الفتوى ولمناسبة رأس السنة الهجرية، أكد السفير السعودي وليد البخاري بعد زيارته المفتي عبد اللطيف دريان أن السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة وشعبها. وتم التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل إلى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية والحفاظ على اتفاق الطائف وتنفيذ كامل بنوده، والبديل عنه هو المجهول، ما يتطلب بحسب بيان المكتب الإعلامي لدار الفتوى مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات. وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم. في مسلسل اقتحام المصارف، أعلن تحالف متحدون أن المودعين هاني العنداري وإحسان عجمي استوفيا وديعتهما البالغة ما يزيد عن 40,000 دولار بالقوة من بنك بيروت والبلاد العربية فرح حمانة. وسلم المودع العنداري نفسه وسلاحه الحربي للقوى الأمنية بعد اقتحامه المصرف. وفي صور، اقتحم المودع طاعان الحاج البنك اللبناني السويسري حاملا حزاما ناسفا وهدد بتفجيره داخل المصرف في حال لم يحصل على وديعته كاملة. شهد محيط السفارة السويدية في بيروت تعزيزات أمنية، وانتشرت قوة من فوج المغاوير وعناصر وحدة التدخل السريع والقوى السيارة في قوى الأمن الداخلي أمام السفارة ومنزل السفير تحسبا لأي تحركات، بعدما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى إقامة تجمعات بعد صلاة الجمعة أمام السفارة، مطالبا الحكومة بطرد السفير السويدية. إلى ذلك نظمت وقفات احتجاجية في صيدا، منطقة الزهراني وحصبية والنبطية، وفي عدد من بلدات وقرى على بك الهرمل. وفي جبيل اعتصم المصلون بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الإمام علي في بلدة كفرسالة عمشيت. وندد نائب مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ جمال كنعان بالحملة المنظمة التي تستهدف القرآن. وزارة الخارجية أعربت بدورها عن استهجان اللبنانيين لما يرمز إليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الأديان والحضارات، وإدانتهم السماح مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن الكريم في ستوكهولم. ودعت السلطات السويدية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا والعنصرية. بعد الخلاف والاشتباك أمس خلال برنامج صار الوقت بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحفي سيمو أبو فاضل، أسفت نقابة المحررين لما حصل، مشددة على رفضها أن تأخذ الحوارات هذا المنحى الخطير بما يخرج عن أدبيات التخاطب السياسي، خصوصا حول الموضوعات الخلافية. ورأت أن الحادث يكتسب دلالات واضحة على حجم التعبئة النفسية التي بلغتها الأزمة اللبنانية. الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية التي أعربت عن التضامن مع أبو فاضل ومع جميع اللبنانيين الأحرار رأت أن الاعتداء المعنوي ثم الجسدي عليه يعبر بشكل واضح عن نهج فريق الممانعة الذي يتوهم أنه بالتشبيح والعنترة يستطيع أن يفرض إيقاعه على إرادة الأحرار من اللبنانيين بعد فشله في فرض شروطه وأضغاث أحلامه في السياسة.
جهاز الإعلام في حزب الكتائب رأى أن التهديدات والردود الفاجرة لا تؤثر فينا، وقال إن فلول تيارات الممانعة ومنها ما يسمى تيار التوحيد تنطلق للتذكير بأحداث الحرب اللبنانية الأليمة. وردا على تيار التوحيد العربي أكد الكتائب عدم الانجرار إلى الرد بأسلوبهم، مشددا على التمسك بالمصالحة التي عقدت بين الكبار وطوت مرحلة عصيبة في تاريخ لبنان إلى غير رجعة. مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي وصفت ما شاهده اللبنانيون من عنف واعتداء مرفوض على الشاشة بأنه معيب في مكان يفترض أن يشهد حوارا راقيا، وقالت إن البلاد لا تحتمل مزيدا من الشحن والتوتير والإدانة لا تكفي. المجلس العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية دعا إلى عدم تكرار هكذا انتهاكات منعا للفتنة ومنعا لما يمكن أن يحدث من تداعيات لا تحمد عقباها وتكون نتائجها وخيمة على الجميع. أبو فاضل قال للبنان الحر: بالنسبه للعين بالعين والسن بالسن والبادي ظلم حاله، شفنا النتيجه اللي يعني هو صارت معه. بقى ما حصل بيصير مع اي انسان بس يكون في عده اشخاص، يعني شغله عرضيه، الا انه في كرامات كثير غاليه، في كلام حق لازم ينقال، هذا رح يستمر وانا حاستمر فيه. تعليقي ما اني شايف شيء جديد لهم، هذه الثقافه بنعرفها وعايشتها من سنه 90 في عده محطات. هذا اللي عم بقوله يجب انه يتراجع، مش لانه صار شيء معي انا هيدي قضيه صغيره قدام الكيانات كبيره واضطهادات وقمع، مشان هيك شغله كلاسيكيه تصير من ضمن ثقافه يعني عم تتعمم بالبلد وعم يحاولوا يرسكوها وما لازم تقوى. ولكن اليوم يعني نحن كنا ببرنامج حواري واليوم هنا عم يدعوا للحوار، هل هيدا الحوار اللي نحن بدنا اياه بهذا الشكل؟ هو هذا الحوار اللي بيعملوه هن، انه بيحاولوا فكرا انه بيفرضوا رايهم، هذا ما بقى صح، ولازم يكون في حوار معهم على هذه القاعده، يعني ما يكون في تجاوب بالحوار. هذا موقف عام يعني مش جديد، سألني في اليوم مؤسسات هي تترجم اي ازمه، طبعا في لها اطار ممكن يتحضر لها بتفاهمات، بس الحوار على قاعده انه نعمل صفقات يفرضوا رايهم ما لازم يصير. في المقابل علق حزب التوحيد العربي على الحادثة معتبرا أن المدعو سيمو أبو فاضل كان مدفوعا سلفا إلى الحلقة، فيما كان وهاب رفض محاورة هذا الصبي كما قال البيان، الذي أضاف أن وهاب لم يجب على كل استفزازاته إلا عندما وصل هذا المدفوع الأجر إلى الشخصي فتعرض لهجوم من قبل الحاضرين في الاستوديو. ولفت حزب التوحيد إلى أن مرافقي وهاب لا علاقة لهم بكل ما حصل داخل الاستوديو كما جاء في بيان الحزب. وقع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني اتفاقيتي تفاهم تتعلق الأولى بتجديد العقد الذي يزود لبنان بزيت الوقود وتم رفع الكمية إلى 1,500,000 طن، بالإضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يتناسب والمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. ظاهرة رمي حديثي الولادة في الشوارع تتفاعل، فما هي أبرز الأسباب؟ ستريد بعينه. عين على الحدث. عين على الحدث. ظاهرة رمي حادثي الولادة في الشوارع تتكاثر في لبنان بشكل ملحوظ، ففي حادثتين مروعتين فصلت بينهما ساعات عدة. عثر في طرابلس على طفلة حديثة الولادة داخل كيس أسود يجره كلب، كما في كسروان عثر على رضيعين حديثي الولادة في علبة تحت جسر نهر إبراهيم. الأب مجدي علاوي الذي حضن الطفلين لفت إلى وجود حالات عدة. من جمعة أخذت ولد عمره 4 سنين كان نايم ليلي بالمخفر، من شهر كمان أخذنا ولد كمان جربين متت على الطريق بإحدى المناطق، وامبارح شي ساعة يمكن 11 بالليل إنه في ولدين بكرتوني مسلوطين على نهر إبراهيم. قلت له لشخص اللي لقاهم، هذا الشخص كان نازل عم يعمل حاجته بيقيم هالولاد، قال له دغري خذهم على مخفر جبيل. دقيت للنقيب رئيس المخفر قلت له هيك القصة، قال لي يجوا أنا بلاقيهم. قبل ما أوصل لعنده قال لي أبونا ما بيحملوا الولاد يكونوا بالمخفر حدثهم بدها مستشفى. نعم لهم وقت مسلوكين، 2 لقطة بكتيرية، ونشكر الله اليوم من صاروا ببيت الرحمة اللي هي ملفهم بعد مفتوح بالقضاء ليوم الثلاثاء، لانه القضاء ما بيسكر ملف الا ما يكمش اشياء ويشوف اشياء. ونحن بجمعيتنا بتقول لك كل عم يدقوا نحن ما عندنا اذن تبني، لانه الولد موجود بالجمعيه، مش الجمعيه مسؤوله عنه، الجمعيه بتربيه بس مسؤول عنه القاضي الاحداث.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين تحدث بالأرقام المتوافرة عن هذه الظاهرة. هودي الأولاد عمليا نتيجة علاقات غير شرعية. خلال السنوات الماضية المتوسط السنوي هو 8 حالات عم يلاقوها سنويا أطفال لقطاء، بس هذا العدد مش هو العدد النهائي، لأنه في منهم بيدفنون بمحلات بعيدة وما بحدا بيعرف عنهم، في منهم بيكبون بصناديق الزبالة وبيبعثون ما بيعود حدا يعرفهم، وبالتالي حكم أن الأطفال هو أكثر من هيك بكتير، بس على الأقل الأعداد اللي عم يلاقوها هو 8 سنويا. استنادا إلى المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، احتمالات عدة وراء ترك الأم لأطفالها. أولا، احتمال أن تتعاطى الأم مخدرات وفي فترة زمنية لم تعد قادرة على تأمين المخدر فدخلت بحال كريزة دفعتها إلى ترك طفلها. الاحتمال الثاني أن تكون امرأة حاملا جراء اعتداء جنسي ففضلت أن تنجب طفلها وتتركه تحت الجسر من أن تجهضه. الاحتمال الثالث أن تكون عائلة تعاني من الفقر ولا إمكانات مادية للاهتمام بالطفل. الاحتمال الرابع زواج فاشل يدفع المرأة إلى ترك منزلها مع احتمال أن تكون حاملا فتترك طفلها. وتقديما للحلول لهذه الظاهرة دعا المجلس الأعلى للطفولة إلى الاتصال في ساعات قبل الظهر على رقم دائرة حماية الأحداث في وزارة الشؤون 01-429-384، وذلك للمساعدة من جهة ولحماية أطفالهم من تروما تركهم في الشوارع. عين على الحدث. إلى عكار، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص الذين حاولوا اغتصاب فتى في 10 من عمره. نقل إلى مستشفى الكارنتينا في بيروت، وتتابع الأجهزة الأمنية التحقيقات وسط تكتم شديد. أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة لواء الياس البيسري أن جهودا شخصية تبذل من أجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تعزز موجودات الكافية، لافتا أمام مجلس نقابة محرري الصحافة إلى أن المشكلة تكمن في التهافت غير المسبوق من قبل المواطنين على طلبات جوازات السفر كأنه بطاقة ائتمان. وكشف عن أن 66% من الذين حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها. وعن أزمة النازحين السوريين، شدد البيسري على أن لبنان مصر على الحصول على كامل الداتا الموجودة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة ومن دون شروط، لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها. تم انتخاب آلاء إدمو رزق رئيسا عاما للرهبانية المارونية المريمية خلفا للأبات بيير نجم. التقرير الاقتصادي. سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصرا 94,500 ليرة، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 26,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 25,000، والمازوت 20,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. عالميا ارتفعت أسعار خام برنت في التعاملات الآسيوية وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، فضلا عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين. وزادت الوقود الآجلة لخام برنت 63 سنت إلى 80.27 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنت إلى 76.27 دولارا للبرميل. وكانت الأسعار قد أنهت الخميس على ارتفاع طفيف. استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بأمال في أن يوقف البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الحالي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولارا للأونصة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.8 دولارات للأونصة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.82 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 958.4 دولارات، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1281.61 دولارا للأونصة. نشرة الجوية من لبنان الحر.
الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية بعد عم تأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أنه يشتد تأثيرها من جديد اعتبارا من الأحد مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة اللي معقول تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس 41 درجة بالداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية واللي رح يزيد من حدة الشعور بالحر. مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة بساعات الذروة، ونصحت بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الألبسة القطنية. نشرة الجوية من لبنان الحر. كان في المحلية مراوحة سلبية بانتظار وضوح مفاعيل خماسية الدوحة وحركة نشطة في معراب. وحبيب زائرا شعشع مسألة النزوح تحتاج للمجتمع الدولي، ورئيس القوات لجمعية المفقودين في سوريا سنسخر إمكانياتنا لتحقيق هدفكم. القوات فريق الممانعة يتوهم أنه بالعنترة يستطيع فرض إيقاعه على الأحرار، وأبو فاضل يتحدث لإذاعتنا. البخاري من دار الفتوى حريصون على لبنان كحرصنا على المملكة. تعزيزات أمنية أمام السفارة السويدية في بيروت. مسلسل اقتحام المصارف مستمر والدولار إلى ارتفاع. إلى هنا نختم المحلية، أخرجها رواد شويح. شكرا لإصغائكم. إلى اللقاء.